السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن وجبة حلوة جدا لزيادة إنتاج البيض عند الفراخ البياضة. طبعا أحسن نوع فراخ بياضة تجيبيه هي الفراخ البلدي، أو أحسن نوع أصلا الجميزة، زي ما قلت لكم قبل كده كتير قوي. بس الجميزة الأصلي يا ريت لو حد يعرف يلاقيها وتكون متوفرة وموجودة عندك، لأن هي يعني كلها فوائد. لحمها ممتاز جدا جدا، وبيضتها كبيرة ما شاء الله، بتبيض كل يوم وبتاكل قليل، حاجة كده عظمة. طيب احنا هنتكلم النهاردة عن حاجة هتخلي الفراخ تبيض. انتي مثلا الفراخ بتاعتك لو لسه صغيرة، لو فراخك يعني تقدري لو تستخدمي العشبة دي. الفراخ لو هما مكملين 3 شهور وبادئين في الشهر الرابع، من اول يوم في الشهر الرابع بنبدأ نشتغل مع الفراخ بتاعتنا بطريقة بحيث ان احنا ايه، نخليهم يبيضوا كأنهم فراخ بتبيض. بتحط لهم علف بياض، بتحط لهم كل الحاجات. احنا طبعا يعني دلوقتي بعد الغلا دوت عاملين بدائل كتيرة للعلف البياض. الرابط بتاعها ان شاء الله هتلاقيه في اول تعليق. رابط بتاع العلف البياض للفراخ اللي بتبيض. وجبنا حاجات كتيرة في الفترة اللي فاتت برضو اللي عشان الفراخ تبيض، يعني زيادة انتاج البيض. بس الفيديو بتاع النهاردة عاملاه للناس اللي هي ما عندهاش امكانية انها تشتري الحاجات الغالية. وممكن لو تقدري تشتري الحاجات الغالية وبتعملي برضو دوت، دي حاجة عظمة، يعني حاجة ممتازة. طبعا النهاردة اللي عندها شوية فراخ وعدوا عمر 3 شهور، هي عندها كنز ما تفرطش فيه. حاولي تمسكي في فراخك البلدي بالذات. الأسعار عمالة تجري بسرعة الصاروخ ومفيش حد عايز يوقفها. البيضة يعني والله أعلم كده ممكن توصل 5 جنيه. فانت على الأقل خالص يبقى عندك أكل لولادك، لأنه من أهم الحاجات اللي هي للتغذية الرائعة جدا هي البيض. وانا قلت لكم قبل كده انه لو انت مش قادره تربي فراخ بلدي للبيض، ما عندكيش مكان، مش عارفه تربيهم، مش حلوين، مش عاجبينك، ما بتحبهمش، تقدري تربي البديل بتاعهم وهو السمان. السمان ما شاء الله عليه. السمان بيبيض كل يوم، والبيض بتاعه فيه فيتامينات وفوائد اعلى من بيض الفراخ مليون مرة. مش عايزة اطول عليكم الفيديو خالص، تعالوا كده نشوف مع بعض العشبة والطريقة الصحيحة لاستخدامها. هي انا ده اسمه ايه بقى؟ ده الشعير. انا معرفش هو عندكم في اي بلد برا مصر اسمه ايه، بس هو الشعير معروف في الدنيا كلها. لو الشعير ده عندك رخيص يبقى ده من حسن حظك. انما انا الشوية دول كلهم كده اللي في الكيس جايباهم ب7 جنيه ونص. كيلو الشعير عندي ب30 جنيه او ب28 جنيه، يعني الربع ب7 ونص. تمام، والله اعلم هيبقى الصبح بكام، انا بقولك سعر وبعد شوية هتلاقي السعر تاني. المهم، لو انت عايزة بقى تخلي الفراخ بتاعتك حرفيا تمطر بيض، هتجيبي شوية شعير قد دول. الشوية دول اللي انا حطاهم في الصينية دول يكفوا 10 فرخات. هتاخديهم على صينية تكون تتحمل الحرارة على النار، وتبدأي تشوحي فيهم كده لحد لما يتحمصوا، وتقلبيهم للفراخ بتاعتك على الأكل كل يوم الصبح. ده لو عندك شعير متوفر. طيب انت زي حالاتي كده وما عندكيش شعير متوفر، هتعملي ايه؟ هتاخدي حبة منهم قد معلقة، زي اللي انا كنت حطاهم في ايدي كده، قد دول كده، وهتحطيهم على لتر مية او كوبايتين مية يغلوا كويس جدا، وتسيبيهم يتنقعوا وتغطي عليهم لحد لما يبردوا خالص. ناخدهم نصفيهم خالص بعد كده، ونقدمهم للفراخ بتاعتنا كل يوم الصبح، او كل يوم بعد العصر، وقت ما انتي عايزة، وقت ما يعجبك. بس شرط تكون الفراخ عطشانة خالص. ممكن تعملي كمية وتركنيها عندك في التلاجة، وكل يوم تاخدي منها شوية تحطيها على المية. يعني مثلا كوباية كبيرة كده على لتر مية كل يوم، عشان مش كل يوم هتقعدي بقى تغلي على البوتاجاز والكلام ده. اتعملت دراسات وأبحاث كتيرة جدا على الشعير وزيادة إنتاج البيض. فالشعير أثبت جدارة وأثبت فاعلية كبيرة جدا جدا في زيادة إنتاج البيض. لو عملت شوية حاجات كده وأكلت الفراخ بتاعتك الحاجات اللي احنا عملناها بديل للعلف، واديتي الفراخ بتاعتك شوربة الديدان بانتظام كل أسبوع، كل أسبوعين مرة، كل أسبوعين مرة، وظبطت الدنيا مع الفراخ بتاعتك إن شاء الله، واديتيهم الأملاح المعدنية اللي محتاجينها، واديتيهم الفيتامينات اللي محتاجينها، إن شاء الله بإذن الله هتلاقي أعلى إنتاج من الفراخ بتاعتك.
الفراخ كويسة ما فيهاش مشكلة، بس الناس اللي الفراخ متأخرة عندها في البيض بيبقى بسبب التهجين. يعني ايه؟ يعني الفراخ كل الموجودة دلوقتي مفيش بلدي حر، مفيش فيومي حر قوي، كله متهجن بساسو. وانتوا عارفين الفراخ الساسو ما بتبيضش غير على 7 شهور. فالفرخة لما بيبقى التهجين بتاعها عالي في الساسو، او العرق بتاعها نازع اكتر ناحية الساسو زي ما بنقول، فبتبقى بتتأخر شوية. الفراخ ما تقلقيش منها لما تتأخر. حتى في ناس بتقول الفراخ طربوشها احمر وبتقعد تححي وبسمع صوتها وهي بتطقطق للبيض كده. ما بشوفش بيض. ايه حاجه من الاتنين، اما ان هي بتبيض في مكان مخبيه منك البيض لو انت عندك المكان الدنيا هايصه فيه، او اصبري عليها اسبوع ولا 2 وان شاء الله. لان انا عملوا عندي كده، قعدوا يعملوا صوت كانهم بيبيضوا، كان فيهم فرخه او 2 اللي هم السمر دول، وبعدين كده بعديها باسبوعين باضوا. فما تستعجليش. اهم حاجه كان تاسيسك للفراخ من عمر 3 شهور. ومادام وصلتي لعمر 3 شهور ما تستعجليش على الفراخ. ما تقوليش هذبحهم ده الفراخ غاليه او ابيعهم او الكلام ده كله. لا، انت عندك كنز حافظي عليه، على الاقل هتلاقي فطار لولادك الصبح يفطروا بيه، او عشاء بالليل، او وقت ما يجوعوا. يعني حاجه كويسه بتستر في البيت. الشيح بيسيح الدهون بتاعت الفراخ، بينظف الكلية، بيفتح الشهية، بيخلي الفرخ صحته حلوة جدا، وبيزود انتاج البيض بطريقة جميلة. جربيه وان شاء الله تدعيلي.